السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. يوم جديد وفيديو جديد. هنعمل مع بعض النهارده الفطير المشلتت باسهل وانجح طريقه. عايزاكي تنسي الفرن والفرد والتوريق وتقعدي طول النهار تعملي في الفطير. لو قدامك 100 فطيره هتعمليها بسرعه الصاروخ، بجد بأقل مجهود وهتعمليها، والنتيجة بتاعتها هتنبهري بيها، عشان ما شاء الله مورقة وخفيفة وطرية وكمان مقرمشة من بره. بجد تحفة يا بنات. وهنضيف مكون كمان هيخلي معاكي الفطيرة معاكي ما تشدش تقطم معاكي ولا تلت. بجد تحفة. تابعي معايا الفيديو خطوة بخطوة، لأن عشان تعرفي العجينة المظبوطة وازاي تطلع معاكي منفوخة من أول واحدة لآخر واحدة، ويبقى مقرمشة كمان من بره وطرية ومورقة كده من جوه. يا ريت لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. معايا نص كيلو من الدقيق، 4 كوبايات بمج الشاي العادي الموجود في كل بيت. وهنضيف بقى مكون هيخلي معاكي الفطيرة تقطم معاكي مش بتشد ولا تلت، وهي معلقة كبيرة من الدقيق السميد. مفيش دقيق سميد يبقى دقيق ذرة. ونص معلقة من الملح. ونبدأ بقى نضيف المية، مية عادي من الحنفية. هنبدأ نحط كوباية ونص، هنضيف كوباية ونص كوباية، هنضيفها بالتدريج. حتى لو انت عارفة مقدار العجيق المية لازم تضيفي المية بالتدريج. هتاخد قد ايه؟ هتاخد كوباية ونص من المية. هنبدأ نضيف واحدة واحدة بالشكل انت شايفاه ده. تمام. ونلم بقى في العجينه، واللي كلنا عارفين ان الفطير بيحتاج عجن كتير، ولكن حبايبي اللي متابعيني عارفين لو انت تعبت من العجين بنسيبها تريح حوالي ربع ساعه. شايفين بتقطع معاك ازاي بعد ما ريحت ربع ساعه؟ شايفين العجينه بتمط ازاي؟ ما شاء الله جميله جدا. فيها عرق، وكمان العجينه معاكي هتلاقيها نعمت. هنبدا يا دوبك بقى نلتها كده حوالي دقيقتين 3، مش زي الاول بقى لان احنا سبناها تريح حوالي ربع ساعه. هنبدأ نفرد نعجن العجينة حوالي يعني 10 دقايق ربع ساعة زي ما انت عايز اهي. ولكن اللي احنا سبناه حوالي 10 دقايق لقيت العجينة معاكي بتمط ونعمت معاكي وجميلة بجد تحفة. بعد ما لمينا العجينة كده هنسيبها ترتاح ونبدأ نفردها على طول. تمام ما شاء الله. شايفين العجينة طرية وحلوة ازاي؟ خدت معايا كوباية ونص من المية. نبدأ نسيبها ترتاح في البولة كده حوالي 5 دقايق، وتعالي بقى نفردها. معايا هنا 150 جرام من الزبدة. طبعا الزبدة هنبدأ نخليها كريمية بالشكل ده عشان تسهل عليه عملية الفرد. 150 جرام من الزبدة يبقى نص كيلو دقيق اخد معايا كوباية ونص من المية. 150 جرام من الزبدة. هنبدأ ناخد العجينة بتاعتنا كده بالشكل ده. شايفة ارتاحت ازاي وناعمة؟ هنبدأ نفرد نفرد فردة بسيطة من الزيت على الرخامة. في بعض الناس ممكن يفردوا الدقيق، ولكن الدقيق بتغير قوام وطعم العجينة، كمان بتخلي قوام العجينة تقيل. هنا دي بتخلي الزيت بيخليها مقرمشه وجميله جدا، بس مش زيت كتير. بالنسبه للزبده حابه تعملي ميكس ما بين الزبده والسمنه تمام، ولكن استبعدي الزيت لان الزيت بينشف الفطير. هنبدا نفرد بالشكل ده كده من جوه على بره، ويا ريت تفرديها مستطيل تمام عشان ما نيجي نبرمها كلها تبقى قد بعضيها. شايفين سمكها سنتي ازاي؟ هنبدا بقى ناخد الزبده بتاعتنا ونبدا نفردها كده. وطبعا احنا خليناها كريمية عشان تسهل معانا انها تنفرد بسرعة. وشلنا حوالي معلقتين على جنب الحين استخدامها. حبايب قلبي لو كنت وصلت معايا لحد دلوقتي يا ريت ما تنسيش لايك وشير وكومنت حلو منكم كده، ولايك عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس والكل كمان يستفاد، لانها بجد سهلة واقتصادية وتستحق ان احنا نجربها. هنبدأ نفرد بقى كده الزبدة بظهر المعلقة ونبدأ بقى نبرم. هنبرم يعني بصي احنا فردناها سنتي، نبدأ ناخد من اول العجينة كده نبرمها. وطبعا البرم ده بيطلع الفطيرة معاكي طبقات كتيرة. نبدأ ناخد من جوه على بره كده بالشكل ده. شايفة سهلة وبسيطة ما خدتش وقت خالص، وكمان بأقل مجهود هتعملي احلى فطير. برمناها بالشكل ده كده اهوت. شايفين الطبقات؟ هنقفلها من الجناب اهي. وبعد ما قفلناها من الجناب بالشكل انت شايفاه ده هنبدأ نقطع الفطيرة بتاعتنا. طبعا تقطيعة الفطيرة على حسب حجم الطاسة بتاعتك. ممكن مثلا انا هنا قطعت الاول بقفلها من الجناب عشان الزبدة ما تطلعش لان هسيبها ترتاح. هنجيب بقى الطبق بتاعنا ونبدأ نقطع بقى الفطيرة بتتقطع يا بنات على حسب الطاسة بتاعتك. يعني انا مثلا طاسة صغيرة عملت الفطيرة 6، عملت نص كيلو دقيق 6 فطاير. انتوا ممكن تعملها 3 أو 4 على حسب حجم الطاسة بتاعتك او على حسب حجم الفطيرة برضو بتاعتك. هنا عملتها 6 ما شاء الله اهو. وهسيبها ترتاح. شايفين الطبقات اللي احنا برمناها قد ايه؟ ترتاح يا دوبك 5 دقايق بس. وبعد ما ترتاح 5 دقايق هنبدأ نفردها.
رشة بسيطة برضو من الزيت وما نكترش، اول مرة بس. ونبدأ مش محتاجة نشابة، يا دوبك هفردها اهي. وبعد ما نفردها كده هنطبقها على طول زي الظرف. بس الاول معلقتين الزبدة اللي احنا حطيناهم على جنب هناخد منهم كده لكل افتراية معلقة، معلقة بظهر المعلقة كده، ونبدأ نفرد كمان اهي. وبعد كده طبقها زي الظرف على طول، مش بتاخد وقت معاكي خالص. نفردها كده زي الظرف اهيت، ونبدأ نضمها على بعضيها كده، ونبدأ نقفلها كده زي الكورة. ما تقلقيش لو ما قفلتش معاكي، ما قفلتش معاكي قوي، سيبيها لما ترتاح هتقفل مع نفسها بكل سهولة. لان طبعا احنا فردينها على زيت، فالزيت طبعا مش هيخلي العجينة تفرد تقفل معاكي. هنجيب كمان واحدة نبدأ نفردها، ونحط معلقة من الزبدة في القلب كده، وبعد كده نطبقها زي الظرف. سهلة وبسيطة ومش بتاخد معاكي وقت خالص. بجد هتنبهري بالنتيجة وهتعمليها كل مرة. شايفين طبعا هي طبعا اول ما تيجي تقفليها هتلاقيها ما بتقفلش كده. سيبيها ترتاح وهتقفل معاكي بكل سهوله. هنعمل معاكم كمان واحده اهي عشان اعرفك قد ايه هي سهله وبسيطه. طبعا حطيناهم كلهم في اللي بخلصها وبعملها كوره بحطها في قلب الطبق. معلقه زبده كده، ونبدا نفردها ونلمها على طول زي الكوره. انسي بقى الفرد والفرن والتوريق وتقعدي النهار تعملي في الفطير. بجد لو قدامك 100 فطيره هتعمليها بسرعه ومش هتاخد منك وقت، باقل مجهود، والنتيجه بجد هتنبهري بيها. ما شاء الله هتبقى خفيفه ومورقه جدا. خلصناها كلها اهي، عملناها زي الكرة. هنبدأ بقى نفردها. عايزة تفرديهم كلهم مرة واحدة وبعدين تسويهم مرة واحدة، تمام. هتفردي واحدة واحدة وتسويها برضو تمام، مفيش أي مشكلة. شايفين وانا بفردها في فقاعات في الجناب ازاي؟ لان تعرفي بقى من ان الفطيرة معاكي ناجحة من الفقاعات اللي هي بتبقى وانت بتفرديها كده من الجناب، بتبقى مورقة من جوه بجد تحفة. وما تكتريش الزيت عشان ما تبقاش ناشفة معاكي. احنا عاملينها بالزبدة، ممكن تعملي ميكس ما بين الزبدة والسمنة. هنفردها كلها بالشكل اللي انت شايفاه ده، بجد تحفة يا بنات. هنبدأ بقى نسويها بعد ما نفردها كلها. ما شاء الله شايفين، ما شاء الله حلو. هنجيب بقى طاسة على النار، والنار بتكون هادية، يعني النار بتكون هادية مايلة للوسط. هنبدأ بقى نحط فيها معلقة زبدة أو سمنة، ونبدأ نحط فطيرة بالشكل ده. أول ما بتاخد لون بنغطيها، لأن طبعا نحتفظ بالحرارة من فوق ومن تحت. شايفين اول ما تلاقيها طلعت فقاعات كده هتلاقيها واخده لون، تقلبيها على الناحيه التانية على طول. التسويه بتاخد قد ايه؟ بتاخد 4 دقايق بالظبط، بين كل فطيره والتانية بتاخد 4 دقايق. ولكن الفطيره اول ما بتاخد لون تقلبيها، واول ما تلاقيها تتنفخ. شايفين النار وسط مش عاليه. ممكن تعليها تاخد منك لون ومن الوسط ما تستواش. هنعمل معاكم كام واحدة اهيت. شايفين هنحط بين كل واحدة والتانية معلقة من السمنة او الزبدة، ونبدأ نحطها ونغطيها. وبعد ما نغطيها هنلاقيها بقى طلعت كده، بدأت تتنفخ. اول ما تبدأ تتنفخ كده هنبدأ نقلبها على الناحية التانية. شايفين جمالها ولونها بجد تحفة. لو جربتيها مش هتبطلي تجربيها، هتعمليها على طول. شايفين اللي بطلعها بحطها على طبق، ونحطهم فوق بعض، نحطهم جنب بعض، مش هتفرق. نحط معلقه وما نكترش في الزبده. طبعا كده كده هي بتنزل منها زبده، او ممكن تحطي سمنه، بتنزل كميه صغيره جدا من الزبده اللي احنا فردناها بيها. وبين كل واحده والتانيه نغطيها، عشان التغطيه دي هي اللي بتسويها من فوق ومن تحت. شايفين منفوخه ازاي؟ بجد تحفه. نيجي نقلبها من ناحيه بين كل واحده والتانيه دوبك دقيقه، بين كل قلبه والتانيه دقيقه. والفطيره بالظبط بتاخد 4 دقايق. شاف من حلاوتها. انا نسيت التليفون مفتوح وانا بصور، يعني المفروض وريت لكم 2 ولا حاجه، ولكن وريت لكم يعتبر كل الفطير اللي احنا عملناه وانا بسويه لكم. بجد تحفه. طريقه فرد جميله جدا، ما بتاخدش وقت ولا مجهود، وكمان من غير فرن، ومورقه وحلوه جدا. تعالي بقى ما شاء الله. بعد دي كل الكميه اهي، دي كل الكميه اللي احنا عملناها 6 فطاير من نص كيلو فطير. تعالي نفتحها بقى من جوه. مقرمشه طبعا هي من بره عشان الزيت اللي احنا فردناه عليها. بجد احلى فطير، مقرمشه من بره وطريه من جدا جدا من جوه، وكمان خفيفه زي الريشه.
افضل بجد، احسن من بتاعه الافران. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. شايفين مورقه من جوه ازاي؟ لو قدامك 100 فطيره هتعمليها بسرعه الصاروخ باقل كمان مجهود. النتيجه حلوه ومرضيه وخفيفه وطريه، وكمان معلقه الدقيق السميد اللي احنا حطيناها مخليه الفطير معاكي بيقطم مش بيلت او بيشد، بجد في منتهى الجمال. اتمنى الفيديو يعجبكم، اشوفكم على خير. السلام عليكم.